لو وصل لك الاشعار الفيديو ده يبقى انت من المميزين في غية الحمام. ليه؟ عشان انت بتقلب على اليوتيوب بتتفرج على قنوات الحمام، فالصدفة جابتك في قناتي انا، فقوام اجري اشترك عشان تخش تتفرج على فيديوهاتنا اللي بتشرح كل ما هو يخص غية الحمام، وهتستفاد مش هتخسر اي حاجة. وبعد ما تخلص الفيديو دوت ما تنساش اللايك يا حبيب قلبي. يلا بينا نشوفوا النهارده هنتكلموا في ايه. النهارده هنتكلموا في جالي كذا تعليق ان الحمام عندي بيعرج وجناحه مدلدل. هقول لك السبب ايه وهقول لك العلاج ايه. يلا عوام، بس ما تنساش اللايك. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لك علاج خطير ممتاز جدا 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 للحمام اللي بيعرج. هقول لك اسبابه وهقول لك العلاج ايه. ده سترومانيلا مفصليه، بس هقول لك اعراضها ايه قبل ما اقول لك العلاج. السترومانيلا المفصليه دي يا جماعه رجل الحمام بتلاقيه بيعرج على رجله، وتلاقي في سخونه في رجله، ورجله بتبقى ورمه بسيط من عند الفخذ، من عند الفخذ. هقول لحضرتك دلوقتي وهوريك. انا ما عنديش الحاله دي، بس انا هجيب لك فرد حمام وهقول لحضرتك فرد الحمام بيبقى منين. بص حضرتك، تبقى الرجل من هنا الفخذ ده بيبقى وارم بسيط، تمام؟ بيبقى وارم بسيط، والرجل بتبقى سخنه. الرجل دي بتبقى سخنه، بالتالي فتلاقيه بيعرج ماشي بيعرج، وتلاقي جناحه ده مدلدل ماشي، جناحه ده تلاقيه مدلدل كده على الارض. دي سترومانيلا مفصليه يا حبيب قلبي، دي سترومانيلا مفصليه، تمام؟ وتلاقي الشخاخ لا مؤاخذه بتاعه اعزكم الله، الشخاخ بتاعه بتلاقيه لونه اخضر غامق، اخضر غامق. لما يكون لا مؤاخذه الشخاخ الزرق بتاعه اخضر غامق، تمام؟ وسايل كده اهوت، وجناحه مدلدل وماشي يعرج، يبقى دي سترومانيلا مفصليه يا جماعه. لكن لو ما بيعرجش يبقى السترومانيلا العاديه اللي هي بتاعتنا احنا، تمام؟ سترومانيلا العاديه. طب العلاج ايه يا ابو سجده؟ طب استنى بس، استنى عليا شويه. هقول لك دي بتيجي من ايه؟ من قله النظافه برضه يا جماعه. دي بتيجي من قله النظافه. النظافه دي فوق كل شيء، وهي الوقايه من الحمام يا جماعه، من الوقايه من المرض. لازم المسقه دي تغسلها على طول باستمرار كل يومين او كل يوم، وتغير الميه اخر النهار، وتحط اي حاجه مضاد سموم عندك من عند البيطري. مش هقول لك حاجه معينه، وفي حاجه من البيت ممكن تحطها. خلي التفاح ممكن تحط نقطتين كل يوم في المسقه، نقطتين بالظبط كل يوم او كل 3 ايام تحط منه. ده هيوكل الحمام عندك. عشان ما اطولش على حضرتك، بس ما تنساش اللايك. لو انت مش مشترك في القناه خش اشترك، وما تنساش اللايك. لو وصلت للحته دي اللايك بيرفع من الفيديو يا جماعه. الفنترون ده مضاد للتورم، ده مضاد للتورم، مضاد للتورم ومضاد للالتهابات، لان دي بتبقى التهابات في المفاصل، التهابات في العظم في الحمام يا جماعه، تمام؟ هتدي حبايه كل يوم، هتدي حبايه كل يوم او نص حبايه برضه، عشان برضه ممكن يكون الحمام عندك ضعيف، يبقى نص حبايه كل يوم. هتكسر الحبايه اهو، الشريط اهو، تمام؟ اهو اهي، ده الشريط اهو، تمام؟ قبل الكلفه بنص ساعه هتديله حبايه، قبل الكلفه بنص ساعه حبايه كل يوم، حبايه الصبح كل يوم في وسط النهار زي ما انت ايه بتكلف. بعد كده بالليل هتدي الفولاجين دوت اهو، اقراص. الفولاجين ده اقراص اهو، الفولاجين ده اقراص ممتاز جدا. فولاجين 500 هتدي نص حبايه في البق، يعني 250
نص حبايه، هتكسر الحبايه وتقسمها 2 وتحطها في البق. دي هتديه بالليل او بعد بعدها بساعتين ولا حاجه، المهم ما يبقوش مع بعض لمده 5 ايام. شوف الحمام لو ما رجعش زي ما هو بحق، وبعد كده هتدي رفع مناعه بعد ال5 ايام. لما تلاقيه يتحسن تدي رفع مناعه. فعندك في تموت، في عندك كذا حاجه رفع مناعه. تمام حضرتك؟ بس لمده 3 ايام رفع مناعه، سنتي في البق لمده 3 ايام. حلو الكلام. بعد ال3 ايام هتدي ديكال به 12. القصه دي مش هتاخد معاك غير 10 ايام. ديكال به 12 ده كالسيوم ومجموعه فيتامينات ممتاز جدا 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 برضه. يعني عندك رفع المناعه او ديكال به 12 ده ممتاز جدا. وتحياتنا للجميع بره مصر وجوه مصر، هتلاقي فرد الحمام معاك بيتحسن كل يوم بعد يوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانتظرونا في الفيديو اللي جاي في علاج للبرد ممتاز جدا. انا قلت في الفيديو اللي قبل ده ان انا هجيبه لكم، بس انا ببدا ان انا استعمله الاول واشوف الدنيا فيه ايه. تمام. تحياتنا للجميع، نشوفكم على خير.